القاهرة ما كانتش مجرد اسم مدينة، كانت فكرة عن الجمال، التنوع والحياة. مصر ما كانتش بتقلد حد، كانت هي الأصل، هوية واضحة زي شمس الأصيل. والست المصرية أيقونة البلد، بفستانها الأنيق، جلابيتها اللي بألوان، والملاية اللف. كانت حرة، واثقة، وشايلة ملامح آلاف السنين. كانت هي مصر. لكن كل صورة حلوة لازم يجي يوم ولونها يبهت. والبداية ما كانتش في السبعينات، البداية كانت أقدم من كده. في عهد عبد الناصر ومع حلم القومية العربية بدأنا نسمع إن هويتنا عربية وبس، كأن تاريخنا اللي فات لازم يتنسي. عربوا التعليم. أنتم لستم مصريين فقط، أنتم عرب. هويتنا الحقيقية هي الهوية العربية. يجب أن نركز على وحدتنا العربية. والإعلام. نحن أمة عربية واحدة، موحدة في الهدف والرسالة. الهوية العربية هي أساس وحدتنا. يجب أن نرفع صوتنا. وحتى طريقة تفكيرنا، بدل ما نقول أنا مصري بقى لازم نقول أنا عربي. وكأن الهوية المصرية بقت تهمة. وجات السبعينات ومعاها رياح صفرة جاية من الشرق، انفتاح اقتصادي، حرب أكتوبر، وبعدها حلم السفر للخليج. في الأول كان حلم بريء، فلوس، بيت جديد، مستقبل. ملايين المصريين سافروا شايلين مصر في قلوبهم، لكن محدش كان واخد باله من حصان طروادة اللي كانوا بيرجعوا بيه. اللي رجعوا ما كانوش نفس اللي سافروا. رجعوا بفلوس ولهجة غريبة وجلابية بيضة قصيرة، ورجعوا بفكر جديد، فكر الصحراء. فكر بيقول إن فن بلدنا حرام، تاريخنا أصنام، وضحكة ستات معورة. فكر اسمه الوهابية. والفكر ده ما جاش لوحده، جه وراه فلوس بتمول جمعيات، وبتطبع كتب ببلاش، وبتوزع شرايط كاسيت على كل ميكروباص. البترو إسلام مش مجرد مصطلح، دي كانت خطة ممنهجة لاحتلال العقول. وفجأة صوت مصر اتغير. صوت أم كلثوم وعبد الحليم اختفى، وطلع مكانه صوت تاني، صوت بيزعق، بيصرخ، وبيعيط. شيوخ الكاسيت حولوا الدين من طمأنينة لتهديد، ومن رحمة لعذاب. بقوا نجوم الشارع، وفتاويهم هي الدستور. اسمعي كلامي وما تجادليش، الفن حرام، صوتك عورة، ينتهي الغلاء وحين تتحجب النساء. مين فاكر؟ كلامهم كان سم بينتشر في كل بيت. يا حرة حجابك حجابك، كم من معصية وقفت أتجلد لها. وبعد ما احتلوا الودان قرروا يحتلوا لقمة العيش. شركات توظيف الأموال، الريان والسعد وغيرهم، قالوا للناس هاتوا فلوسكم نشغلها لكم بالحلال. وفي المقابل فرضوا شروطهم. أول شرط، الموظفة لازم تتحجب. لأول مرة في تاريخ مصر الرزق بقى مربوط بحتة قماش على الراس. الست اللي محتاجة شغل كان لازم تلبس الحجاب عشان تاكل عيش. ما كانش اختيار، كان ابتزاز. وكان لازم يكسروا الرمز الأكبر، الفن. فنانات مصر أيقونات الجمال والحرية فجأة بقوا يطلعوا يعيطوا على الشاشات ويعلنوا التوبة. شمس البارودي، سهير البابلي، حنان ترك، كل فنانة كانت بتعتزل، كانت رصاصة في قلب هوية مصر الناعمة. الإعلام كان بيحتفل بتوبة الفنانة كأنه فتح عظيم، وبقوا بيصدروا للجيل الجديد فكرة إن كل ما هو جميل فهو بالضرورة حرام وهيدخلك النار. وفي قلب المعركة دي كلها كانت المرأة. الحجاب اللي كان خيار شخصي نادر اتحول في سنين قليلة وبقى هو اللبس الأساسي. بدأ كموضة دينية، وبعدين بقى فرض اجتماعي. البنت اللي مش محجبة في المدرسة الناس بقت تستغربها، في الجامعة، في الشغل، في الشارع. بقى في جيش من الوصيين على الأخلاق بيراقب لبسها، مشيتها، وضحكتها. السؤال ما بقاش هتتحجبي، بقى
انتي مش محجبة ليه؟ قتلوا الألوان. الملاية اللف السودة بتاعت بنت البلد اللي كان تحتها فستان ملون حولوها لعباية سودة قافلة. الجلابية الفلاحية اللي بألوان زاهية مرور بقت جريمة. أو الحمار أو المرأة أمام المصلي يبطل الصلاة. فرضوا علينا السواد، لون الصحراء اللي لا زرع فيها ولا مية. أقنعوا بناتنا إن ألوان جداتهم كانت زينة وبهرجة، وإن الزي الدخيل ده هو الصح. مسحوا تاريخ كامل من على أجسام الستات وغطوه بحتة قماش سودة. والنقاب كان هو الضربة القاضية، إلغاء كامل لوجود المرأة. مش مجرد تغطية شعر، دي تغطية وش، هوية وملامح. النقاب ما كانش مجرد حتة قماش زيادة، ده كان إعلان صريح إن المرأة لازم تختفي من المجال العام. وجودها في حد ذاته فتنة، من مواطنة كاملة لمجرد شبح أسود ماشي في الشارع. لكن الروح المصرية عنيدة وما بتموتش بسهولة. الجيل اللي اتولد في قلب السواد ده بدأ يسأل على السوشيال ميديا، في الجامعات، في كل مكان. بدأوا يفككوا اللي حصل، يسألوا هو ده دين ولا عادات؟ هو ده تاريخنا ولا تاريخهم؟ بدأوا ينبجوا في تاريخهم الحقيقي، تاريخ كيمت، تاريخ أجدادهم الفراعنة. اكتشفوا إن هويتهم أقدم وأغنى من أي فكر دخيل. النهاردة بنشوف الصحوة دي في كل حتة. بنت بتقرر تخلع الحجاب اللي اتفرض عليها سنين، فنان بيرسم لوحة جريئة، كاتب بيكتب كلام كان ممنوع. المعركة لسه طويلة، والرياح الصفرة لسه ليها غبار. لكن السؤال الأهم رجع يتسأل تاني بصوت عالي: إحنا مين؟ والإجابة لسه بتتكتب على وشوش بنات مصر اللي قرروا يرجعوا ألوانهم تاني، لأن النيل ممكن يغسل أي تراب أصفر مهما كان مش نظيف.